ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. بقالي كتير ما عملتش القعده دي، وبقالي كتير ما عملتش الفيديوهات دي، فهرجع اعملها تاني عشان انتوا وحشتوني. النهارده معانا فيديو جديد. كل واحد في اعدادي المنهج عامل كده منه، ضايع منه. هنلم المنهج. كل واحد الدنيا عنده بايظه، هنظبط الدنيا بجدول جميل امور زي السكر. فكملوا الفيديو عشان تشوفوا الجدول، تلموا الدنيا معايا. وكل اللي هيعمل الجدول يبعتولي على الانستجرام، عشان يلا بينا نلبس الروح الدحيحه ونضرب النضاره بتاعتنا ونبدا. فيلا بينا. القعده هنا على الترابيزه دي. الكاميرا تبقى كده. الترابيزه دي شافت معانا كتير، شافت معايا دروس وعياط وبكا وزعل وحزن وضحك، كل الكلام الجميل ده. فالترابيزه دي والمفرش ده يعني، والقلم ده، القلم ده معايا من ثانوي. فكل ده كان معايا حمال اساسيه معايا. فالنهارده حبيت ان انا ارجع اعمل لكم فيديوهات التحفيز دي تاني وفيديوهات المساعده دي تاني، ولو لقيت على الفيديو ده تفاعل هعمل لكم فيديوهات من دي كتير تاني. فاول حاجه النهارده هعمل لكم جدول لتالتة اعدادي، جدول ممتاز وهيعجبكم جدا جدا جدا، وهنظبط بيه الدنيا وهنلم بيه اللي واقع، وان شاء الله مفيش حاجه هتقع مننا والدنيا معانا هتبقى كويسه. ان شاء الله نطلع من الاوائل ونبقى من الممتازين ونجيب درجات عاليه ونفرح اهلنا كلنا. اول حاجه كده تعالوا اوريكم الجدول اللي انا عاملاه. الجدول ده فكرته لذيذه وسهله. الجدول ده عباره عن ايه؟ الجدول ده عن مواد اعدادي كلها. العربي، الانجليش، العلوم، الدراسات، الهندسه، الجبر، والمواد الغير مضافه. يعني انا كمان ما نسيتكوش. بصوا انا مش عارفه هو واضح لكم ولا لا، بس انا هحط لكم جنبي هنا. فالجدول ده فيه كل حاجه حرفيا، كل المواد. الجدول ده بقى انا عاملاه ازاي؟ انا مقسمه الجدول ل7 خانات، او 7 خانات. ايه هما السبع خانات؟ السبع خانات دول فيهم المواد بتاعتي كلها، فيهم العربي، الانجليزي، العلوم، الدراسات، الرياضه مقسماها لحاجتين: جبر واحصاء وهندسه وحساب الغير مضافه. تمام. دي اول حاجه. الحاجات دي انا هرتبها ازاي او هكتب في الجدول ده ازاي؟ اول حاجه بنفتح الكشكول او بنفتح الكتاب، بنشوف اسماء الدروس بتاعتنا وبنكتبها كده ونبتدي نسطرها، نشوف ايه اللي ذاكرناه وايه اللي ما ذاكرناهوش. فهنيجي في الجدول هنا مكتوب تحت العربي اهو: ذاكرته ما ذاكرتهوش. لو ذاكرته هكتبه في الخانه اللي ذاكرته، لو ما ذاكرتوش هكتبه في الخانه اللي ما ذاكرتهوش. واول ما ذاكره او معلمه عليه شط في اللي انا ما ذاكرتهوش واقوم كاتباه في اللي ذاكرته. عايزه اقول لكم ان الخطوه دي كل لما هتعملوها هتنفعكم جامد جدا 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 جدا، وهتلاقوا ان انتوا بتتحفزوا اكتر. اللي انتوا كل لما تشطبوا من هنا من خانه ما ذاكرتوش دول تحطوا في خانه ذاكرته، هتحسوا ان انتوا عملتوا انجاز، فهتتبسطوا قوي وهتعجبكم اكتر وهتحسوا ان انتوا عايزين تذاكروا قوي. طبعا انا بعتذر عن الخنفان اللي انا فيه ده، بس انا والله عندي برضو ميته، بس حبيت انزل لكم الفيديو عشان تلحقوا تذاكروا قبل الامتحانات. يعني الفيديو ده هينزل لكم يوم 20/12 ان شاء الله. فيا دوبك هيبقى فاضل لكم 10 ايام على شهر واحد، يا دوبك نخلص كده عشان نبدا السنه الجديده واحنا مخلصين المنهج، ما نبقاش متوترين، عشان في شهر واحد هنبدا المراجعات، هنبدا الدروس هتشد، فمش هنعرف نذاكر. ودلوقتي الدنيا لسه هاديه معانا، فنذاكر ونظبط امورنا عشان لما نخش في وقت الجد ما نبقاش مضغوطين. تمام. فيلا نكمل. هنكتب كده اللي ذاكرته واللي ما ذاكرتوش، واللي ذاكرته هعمل عليه صح واللي ما ذاكرتوش هعمل عليه غلط. تمام. هنيجي في كل المواد: العربي، الانجليزي، العلوم، الدراسات، الجبر، الاحصاء، والمواد الغير مضافه. بتقسموا كده. مثلا انا عندي 6 يونت، ذاكرت منهم 2 هقوم كاتباهم هنا، واللي ما ذاكرتهمش هكتبهم هنا، وهظبطهم على مدار الايام الاسبوع زي ما انا هوريكم كمان شويه. كل ده هوريهولكم وهعرفه لكم، بس واحده واحده عشان تركزوا معايا. ادي كده ده الجدول، هسيب لكم الصوره ليه هنا عشان تشوفوه. الجدول التاني ده بقى، الجدول التاني ده على مدار ايام الاسبوع. طبعا انتوا بتكتبوه وبتبداوا من اليوم اللي انتوا هتذاكروا فيه. انا بادئه من يوم السبت، مالكوش دعوه باللي انا كاتباه. انتوا هتكتبوا كده ايام الاسبوع من بدايه اليوم اللي هتذاكروا فيه. يعني مثلا النهارده ايه؟ النهارده التلات، يبقى نبدا الجدول ده من التلات او من الاربع، عشان مثلا هنبدا من بكره يبقى من الاربع للاربع 7 ايام. هنشوف ايه اللي ما ذاكرناهوش وهنبتدي نظبطه في الجدول. الجدول ده بقى ليه شروط عشان يتظبط والدنيا معانا تبقى كويسه. ايه شروط الجدول ده؟ اول حاجه مواعيد نومكم تتظبط. يا ريت تناموا بدري عشان تعرفوا تصحوا بدري. دي حاجه مهمه جدا، النوم بدري، ان انتوا تاخدوا كفايتكم في النوم. دي حاجه مهمه جدا 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 جدا. لازم تناموا كويس وجسمكم يرتاح عشان لما تيجوا تذاكروا تبقوا مرتاحين نفسيا. ننام بدري، نصحى بدري عشان نذاكر بدري، عشان اللي وراه دروس، اللي وراه حياته اليوميه عموما، كل ده يعني ايه ما يتكربس كده في بعضه. لا عادي ننام بدري ونصحى بدري، نذاكر بدري ونخلص بدري، بعدين نشوف حياتنا عادي. تمام.
فانتوا حاولوا تظبطوا النوم علشان تعرفوا جسمكم يرتاح وتعرفوا تستوعبوا. هنذاكر من امتى؟ بصوا عشان ابقى صريحه معاكم، انا كياسمين انا بحب مذاكره الفجر. يعني ايه الفجر؟ يعني من بعد صلاه الفجر كده لحد مثلا ايه الساعه 9 10 عادي. انا بحب الوقت ده، الوقت ده بيبقى المخ بيستوعب، الدنيا تمام، كله فايق، البيت بيبقى هادي، كله نايم، فانت فايق، البيت نايم، فالدنيا تمام يعني، فاهميني؟ فده افضل وقت انا بحبه. في ناس تقولي لا انا بصحى مثلا الساعه 9، خلاص يبقى نصحى من الساعه 9 نقعد نذاكر من 9 لحد الظهر 3 ساعات. لو كل يوم خدنا 3 ساعات ظبطنا الدنيا ولمينا الدنيا هنلاقي نفسنا بننجز وقت اكتر، بنلم الدنيا اكتر، الدنيا مش مضغوطه علينا. تمام. هنيجي في الجدول هنا هنكتب كل ماده احنا ما ذاكرناهاش في الجدول اللي احنا عاملينه في الاول، ونقسمهم على مدار الاسبوع. يعني مثلا انا يوم الاحد تمام الانجليزي مثلا عندي 6 يونت، انا ذاكرت 2 يبقى فاضل لي 4. هكتب اسماء اليونتس هنا وهقوم ايه، هشوف بقى بيتكلم عن ايه. اولا اسمع الجرامر، احفظ الكلمات، لازم 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 تحفظوا كلمات، الكلمات دي مهمة جدا 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 وعامل اساسي في ان انتوا تبقوا كويسين في اللغة. تمام. تاني حاجة اظبط الدنيا واحل كتير. الحل الكتير هو اللي هيخليكم تستوعبوا وتعرفوا كل حاجة حرفيا. الحل الكتير، التكرار بيعلم الشطار، التكرار بيعلم الشطار. فربنا معاكم والله يا جماعة. انا كنت الحمد لله والشكر لله كنت من الاوائل في الاعدادية على مدرستي وكده، وعلى الادارة، فالحمد لله والشكر لله. وكنت واخدة شهادات تقدير ومتصورة مع مدير الادارة ومتصورة مع مدير المدرسة، فالدنيا كانت كويسة وكنت مبسوطة. كنت دايما باخد من المدرسين فلوس واخش تحدي مع المدرس. يعني مثلا يقول لي انت مش تقدري تعملي كده مثلا تحفظي ده في يومين، اقول له لا هقدر، ايه المانع يعني، ايه المانع ان انا ما اقدرش اذاكر؟ لا هقدر وهعملها. وكنت اخش معاهم تحدي وكنت اقفل، كنت اخش معاهم تحدي وكنت اجيب الدرجات النهائيه. فهم كانوا يقول لي لا انت شاطره، لا انت تعملي، فكانوا بيحفزوني. احفظوا كلمات، حلوا كتير، ظبطوا الدنيا، احفظوا معاني، شوفوا القوانين، كل الحاجات دي هتنفعكم والله يا جماعه. هتيجوا اخر السنه او ساعه الامتحانات هتلاقوا نفسكم خلصتوا، هيفوت عليكم اسبوع هتلاقوا نفسكم خلصتوا كتير وانجزتوا كتير. يعني انتوا مثلا لو يوم الاحد خدتوا يونتين، يونتين مش 4، 2 بس، هيبقى فاضل لكم يونتين في المنهج. مثلا يوم الاثنين مثلا ناخد جبر وحساب مثلث، جبر واحصاء. الاحصاء خفيفه كده وسهله، فناخد الاحصاء كده على طول الصبح بدري، والجبر ايه بعد ما نفطر عشان تبقى الدنيا كده تمام ونعرف نستوعب. التلات مثلا ناخد العربي كده. فانتوا مشوها كده والله هتلموا كتير وهتنجزوا كتير والدنيا هتبقى معاكم كويسه. فانا هستناكم تقولوا لي عملتوا ايه، وهاجي بعد اسبوع هعمل لكم فيديو تاني وهشوف كام واحد نفذ الجدول ده وكام واحد جاب معاه نتيجه وكل الكلام ده. فانا مستنيه رايكم في الكومنتات، واي واحد عنده سؤال في الكومنتات يكتبه لي وانا هرد عليه. انا برد على كل الناس، كل الناس حرفيا برد عليها، فاي حد عنده سؤال يكتبه لي في الكومنتات وانا هرد عليه باذن الله. وبس كده، ده كده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك الجميل، الاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد، تعملوا شير للفيديو عشان يوصل كل الطلاب، وهتوحشوني جدا جدا. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.